بس مين اللي عمل العمله المطينه دي؟ والله ما هرحمه، حكله بيدي واسناني. على الاخر يا اخويا اهو ربنا يعلم، وبعدين هدي كده شويه، ربنا يكرمنا ان شاء الله ومش هيضيع علينا اي شغل. تفتكر يا اخوي البلاغ اللي احنا هنعمله دي له اي لازمه؟ ولا اجيب يعني ميكروفون والف في الشوارع واقول بنت تايهه ولعل وعسى يعني معاك يا اخوي ممكن تجيب ميكروفون وتلف وتقول بنت تايهه، بس يعني انت عارف البلد بتاعنا صغيره، ويعني لو الحرامي عرف اللي هو خطيفه ان انت اللي بتدور عليه مش بعيد ينقلها في حته تانية او يعمل فيها اي حاجه. خلينا نبلغ الاول المركز ونشوفوا ما يعملوا ايه. هتجنن يا اخوي هتجنن، ليله بحالها ما اعرفش بنت فين، يا ترى عملوا فيها ايه الناس المفتريين دول؟ اصل انت ما جربتش يا اخوي، ان شاء الله ما تشوف الحيره والتعب اللي انا فيه. انا مش هعاتبك على الكلام اللي انت بتقوله دي دلوقتي يا حسام، لان عارف ان انت ما تقصدش. وبعدين بنتي وبنتك ايه يا جدع انت؟ ده احنا اخوات، وانا يعني زي ابوها ايه؟ هي بنتي. انا مش هعاتبك على الكلام اللي انت قلته دي. تاخذنيش والله يا اخوي، انا ما عارفش انا بقول ايه، انا بس عاوز الاقي بنتي وخلاص. حقك علي، ان شاء الله هنعمل محضر وهنلاقوها باذن الله. باذن الله يا اخوي، كله على الله. سرع بس شوي، سرع شويه لا تخلينا نسوق اكتر من كده يا اخوي، هنطير فوق الناس. استهدى بالله بس كده. لا اله الا الله محمد رسول الله. سرع يا اخوي شويه بقى. هو الواد عمار راح فين؟ يا واد يا عمار، يما الحق عمار اخوي، واحد خطفه وطلع يجري، يما الحقيه بسرعه. قول لي يا معاطي، مين اللي خد اخوك؟ ما شفتوش؟ لا يما ما شفتوش، كنت قاعد وبعد كده لقيته ركب مع واحد ومشي وما عرفش هو مين. الحوسي يا دي الحوسي، لازم نتصل على ابوك، هات لي التلفون من بره، لازم ابو المعاطي يعرف. الحقنا يا ابو المعاطي الحقنا. ايدي بس عشان يعرف اسمعك. فيه ايه؟ الحقوا فيه ايه؟ مالك ما تتكلم يا سعديه؟ فيه بلوى يا ابو المعاطي، فيه بلوى، فيه مصيبه، فيه كارثه. الواد عمار مش لاقياه، اخوه بيقول ان هو ركب مع حد ومشى. الحقنا بسرعه يا ابو المعاطي. ادهوني اديني الواد حسين دي، خليني اكلمه. خد يا حسين، خد كلم ابوك، قول له ايه اللي حوصه. ايوه يا بوي، زي ما بقول لك كده، اخوي حد خده ومشى وما نعرفش راح فين يا بوي. انا عاوز اخوي، عاوز عمار. ما شفتش الراجل دي شكله ايه؟ كان لابس ايه؟ افتكر كويس يا حسين. لا يا بوي ما عرفش، احنا كنا بنلعب احنا التنين في الشارع. ابوي انا عاوز عمار. خلاص اقفل، انا جاي. بقول لك ايه يا سعديه؟ ايوه يا ابن المعاطي، ايوه يا اخوي. هات لي ابني يا ابن المعاطي، هات لي ابني، انت السبب، انت السبب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. خلاص بقى خلاص، ما تعفرتناش اكتر من متعافرت، وقلت لك انا جاي وهجيب الواد، هجيبه يعني هجيبه. اسكتي بقى يا سعديه. كله من عمايلك السودة يا ابو المعاطي. قلت لك طبخ السم بيدوقه. انا عايزه ولدي، لا الا والله هكون مبلغ عنك المركز. هات لي ابني يا ابو المعاطي. اقفلي وطي حسك، الواد واقف جارك. اسكتي. سكيت لما اشوف اخريتها، لو ما رجعتش بعمار صدقني هجيب عليها وطيه. انت فاهم ولا لا يا ابو المعاطي؟ اقفلي بقى اقفلي. يما هو انت بتقولي لابوي ليه انت السبب؟ هو ابوي اللي خد اخوي؟ طمنيني يما. ما فيش حاجة يا حسين، اخوك هيجي يا حبيبي. احنا السبب، اني وابوك السبب، اني كمان شريكة في المصيبة اللي كانت بتحصل. شريكة في ايه يما؟ انت هتخليني عايط. هو انا عمار مش هشوفه تاني؟ يا واد ان شاء الله هنشوفه. يعني دي ذنب وربنا بيخلصه منك لله يا ابو المعاطي. يا ترى رحت فين يا عمار؟ يا ترى مين اللي خادك يا ولدي؟ ايه دي اللي هنعمله في الناس؟ هيطلع علينا ولا ايه؟ انا لازم اكلم الرجاله واشوف فيه ايه. الو ايوه يا عسعوس. ما مش وقته دلوقتي. ايوه الولاد كويسين اللي معاه. بقول لك ايه، ما فيش حد جاب لك ولد النهارده؟ ولد قيمه 5 سنين كده؟ لا. طيب اقفل يا عسعوس، بعدين بكلمك بقى. اقفل. ايوه يا حسنات يا عم بعدين. بقول لك ايه، ما فيش حد من الرجاله جاب لك ولد النهارده 5 سنين كده؟ لا. اقفل. انتوا عاوزين امشوا، مش وقتكم دلوقتي. ايوه بقول ياه، ما تسمعني بقى يا درويش. ولدي، ايوه انا بدور على ولدي. معرفش مين اللي خده. 5 سنين ما جاش حداك برضه. طب اقفل. شكله كده ولده هو كمان اتخطف. احسن عاز زي ما بتخطف العيال. بقول لك ايه يا عم بالمعاطي، وانت بتقولي ايه يا سندس؟ ما بقولش حاجه يا احمد. يطلع بقى انا عاوزه اكلم عم ابو المعاطي دي 5 دقايق وجايالكم. طب انت مش هتقولي له ان انا عاوزه اروح الحمام؟ روح يا احمد، روح وانا هقول له. روح انت، انا عاوزه اكلمه كلمتين. بقول لك ايه يا عم بالمعاطي، يا عم بالمعاطي.
امشي يا بنت، اخرجي على بره، مش وقتك. ايوه يا عيسى، يا عيسى اسمعني. ما جاش حضاكم ولد 5 سنين كده اسمراني كده؟ لا. طب اقفل، اقفل. السبب انا اللي عملت كده في ولدي. يا ترى انت فين يا عمار؟ يا ترى انت فين يا ولدي؟ اما بالمعاطي مش انت عاوز ولدك، انا هرجع لك ولدك. اسمعني بس هقول لك كلمتين. امشي يا بنت، اخرجي على بره، انتوا اللي ضيعتوني بسببكم، ولدي خلاص ما هشوفوش تاني. اخرجي اخرجوا. ما انت بس لو سمعت لنا كده ولدك احتمال يرجع لك. بس انا عاوزه اقول لك كلمتين. امي دايما كانت تقول اعمل الخير وارميه البحر. يعني انت دلوقتي لو رجعتينا كلاتنا يعني لاهالينا، ربنا هيكرمك وهتلاقي ولدك دي. صدقني اللي بيعمل خير بيلاقي خير يا عم ابو المعاطي. وبعدين انت بتقول احنا السبب، احنا مش السبب. عمايلك هي السبب، هي اللي ضيعت منك ولدك يا عم ابو المعاطي، ما صدقني. بقاش بقى غير لعب العيال. امشي امشي، يا ريتني لا شفتكم ولا عرفتكم ولا حتى اشتغلت الشغلانه دي من زمان، كان زماني دلوقتي بخير. ما تلومش غير حالك يا عم ابو المعاطي. شفت قلبك محروق ازاي؟ ما بالك بقى قلب امهاتنا وابهاتنا واهالينا واهالي الاولاد بقى دول مفتورين كده زي قلبك. ربنا حب بس يدوقك حاجه من اللي انت كنت بتعملها. يا ريت تسيبنا نروح لحال سبيلنا. وانت كمان ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتلاقي ولدك. صدقني امشي من قدامي، صدقني يا عم ابو امشي. المعاطي. يعني انت مش عاوز تسمعني يا عم ابو المعاطي؟ اخلي سبيلنا، اخلي سبيلنا وخلينا كلنا كده كل واحد يروح على بيته. يفيد بايه كلام؟ ولدي مش لاقيه، ولدي ما اشوفوش تاني. صدقني يا عم ابو المعاطي لسه فيه امل، لسه الامل موجود. ممكن بعمل الخير دي ربنا يرد لك ولدك. بس انت يعني كده ما تشتغلش الشغلانه دي تاني وربنا يتوب عليك وتبقى بني ادم جديد. ارجع لصوابك يا عم ابو المعاطي، صدقني قبل فوات الاوان. البت دي جات لي منين؟ واللي انا فيه دي جالي منين؟ البت دي كلامها مظبوط، انا ياما حركت قلوب اهالي كتير، وجه الوقت ان انا ادوق واشرب من نفس الكاس. يا ترى انت فين يا عمار؟ يا ترى انت فين يا ولدي؟ السلام عليكم يا ابو الخير، السلام عليكم يا ولدي. اهلا وسهلا يا عم روبي، اتفضل. الله يعزك يا ولدي، ارجى اكون جيت على الميعاد يعني. لا في الميعاد والميعاد المظبوط كمان. اتفضل يا عم روبي اتفضل. اهلا وسهلا يا عمي. انا بس يعني والله مش عارف يعني اقول لك ايه على الموقف اللي حصل بيني وبين الاستاذ ريدي. بس صدقني انا ما كنتش اقصد اي حاجه والله من اللي قالك عليها دي. ولا يهمك يا ابو الخير، احنا عرفناك وانت راجل وزينة الرجاله كمان. ربنا يقدم اللي فيه الخير. وبعدين يا ولدي انا يعني لو مش واثق فيك وعارف اني انت بني ادم محترم انا ما كنت جيت ولا حتى اتصلت بيك. انا بس كده جاي عشان اساوي الامور بناتكم دي مهما كان عديلك. ويعني جايز يكون خد يعني ان انت شايل عالي عليه ولا حاجه. ربنا يبارك فيك يا عمي، اديه برضه والله العشم يعني. وبعدين انا لما كلمني يعني على حكايه القايمه 500,000 جنيه انا ما اتكلمتش. لكن انا اتكلمت يعني لما يعني قال لي احنا هنكتب شيك ب500,000 جنيه وهنكتب كمان قايمه، ودي يعني كتير وانت عارف بقى الاصول الحدانه يعني، فما ينفعش الكلام اللي هو بيقول عليه دي. فعشان كده انا اعترضت. لكن والله زينب عندي تساوي كنوز الدنيا كلها. عارف والله يا ولدي وعداك العيب، وعشان كده كلامك معايني. وبعدين ما تزعلش منه، انا سبق وقلت لك ان ده عديلك، فجايز يعني يكون خد كلامك على حاجة تاني. فمش مشكلة، احنا ان شاء الله ايش قولك نكتب ان شاء الله الجمعة الجاية والجمعة اللي بعدها الدخلة. ايش قولك يا عمي ان نخليها الجمعة الجاية كتب كتاب ودخلة، بحيث يعني ما يحصلش مشاكل تاني والجوازة يعني تتعاقب. لا يا ولدي دي برضه عروسي، ونشوف برضه نديها الاسبوعين دول كده ان هي توضب حالها وتوضب كمان الحاجة بتاعتها تفرش شقيتها كده. وانت برضه ما تنساش ان هي يتيمة ولازم نفرحها. ماشي؟ يلا انا هقوم بقى. ما ينفعش والله يا عمي، كيف يعني؟ وبعدين الوقت دي انت ما اكلتش حاجة. مرة تانية والله يا ابو الخير انا فعلا ورايا شغل. يلا ربنا يتمم بخير. انا جيت بس لما يعني اسراء كلمتني وكده. يلا نتوكل على الله، انا همشي وربنا يقدم اللي فيه الخير. لا والله ما ينفع، لازم تقعد وتاكل حاجه، ما يصحش. يلا سلام عليكم. يا ريت والله كانت الجمعه الجايه كتب كتاب ودوخله كنا خلصنا من الجوازه دي، بدل ما كل شويه يطلع لنا عفريت فيه. يما بقول لك ايه يا دعاء، ما تشوفي ولاء وحاولي معاها تاني، جايز تاكل حاجه. حرام بقالها يومين ما حطتش الزيت في بقها ولا كلت ولا شربت. الموضوع برضه مش سهل عليها يا نفيسي، ربنا يكون في عونك يا اختي. يعني ما تعرفش حاجه عن بنتها بقالها اكتر من يومين، والموضوع ده مش سهل. انت ام وعارفه.
أنا عارفة يا أختي، بس هي وراها أولاد ولازم تقوم كده، وبعدين ربنا إن شاء الله هيرد لها بنتها سلمى غانمة إن شاء الله. والله قلبي حاسس. اديكي شايفة يا نفيسة مش دريانة بالدنيا خالص ولا دريانة مين اللي حواليها. ربنا يكون في عونك يا أختي، يا رب يعطرنا فيك يا سندس. كله إلا الضنا يا أختي، كله إلا الضنا. أنا عارفة بس الناس اللي بتعمل كده دي بتستفاد إيه؟ بتحرق قلب أهل الولاد عليهم. والله حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يا رب يطمنا عليك يا سندس. يسمع من بقك ربنا يا نفيسي. أنا هروح أطلع الواد دي بقى لعمتي ونيجي بقى علشان نشوف هنعمل الوكل إيه. عمتك يا أختي قالت لي هنعمل شوية رز وعليهم شوية سلطة وهنعمل فاجوشتين، وعلى كده لحد ما ليه نفسي يحط الزيت في بقه. بس هنعمل إيه علشان برضو الرجالة اللي عمالة تلف دي تقدر تقف على رجليه. ومن سمعك يا أختي هنعمل إيه؟ بس هو كده في الفرح لازم نعمل واكل، وفي الحزن برضه يعني الناس هتموت من الجوع. على رأيك حاضر، أنا هروح أطلع الواد دي وأجيلك على طول. ربنا يصبرك يا ولاء يا بنت عمي ويرد لك بنتك اللهم امين. سلمى غانمة يا عمتي قالت الفروجات فين؟ في الفريزر. ودي يا سندس داركم. ايوه يا عم ابو المعاطي، ايه هي؟ تعالى خش جوا سلم على امي وعلى ابوي. لا انت لا شفتيني ولا تعرفيني. يلا روحي لحد ما اروح اوصل بقية زمايلك لاهاليهم. انا عمري ما هنسى لك الموقف ده والله يا عم معاطي. وكمان ربنا ان شاء الله يعطيك في ولدك يا رب كده ربنا يعطيك في ولدك يا رب. يلا روحي وحاولي كده زي ما قلت لي ما تجيبيش سكت في حاجه. يلا اتكلي على الله، وبعد كده ما تمشيش مع اي حد ما تعرفوش، ماشي؟ يلا روحي. انا حرمت خلاص، عمري ما همشي مع اي حد حتى لو قال امي ولا ابوكي. ماشي، سلام يا عم ابو المعاطي، ربنا يعطيك في ولدك يا رب. ما الحق بقى قبل ما حد يشوفني. يا ترى انت فين يا ولدي؟ يا خالتي انا هني. ايه ده سندس؟ تعالي، انت كنت فين يا بنت؟ تعالي خشي يا ولاء يا نفيسي يا عمتي. انت عامله ايه يا خالتي؟ وامي وحسين اخويا على يدك بيعمل ايه كده؟ امي فين يا خالتي؟ امي بخير؟ كلهم بخير يا حبيبتي، كان ناقصنا ان احنا نطمن عليك. تعالي ادخلي يا قلبك خالتي.